حصاد الأسبوع، برنامج أسبوعي شامل الأحداث في جروب كورة يا متجوزين. تقديم المتميز كابتن روكا محمد، إخراج العالمي كابتن خالد المصري، إعداد كابتن محمد المنوفي، فكرة مؤسس الجروب الكابتن عماد فوزي. اهلا وسهلا بكم اعضاء جروب الحياه، جروب كره يا متجوزين، وحلقه جديده من برنامج حصاد الاسبوع. يلا بينا نروح نشوف اخبار جروب الحياه هذا الاسبوع في برنامجكم حصاد الاسبوع. بنبدأ هذا الأسبوع بخبر مهم جدا. كل سنة وأنت طيب. حكمنا الدولي الهمام مشرف عام مدينة الإسكندرية الكابتن محمد الحسيني، عيد ميلاد سعيد يا كابتني، كابتن غالي على قلوب الجميع. قضينا معاه يوم جميل في اسكندرية، استمتعنا باللعب في اسكندرية معاه. الله عليك يا كابتن حسيني، كل سنة وأنت بخير يا أبو قلب أبيض وجميل. بنقول لك عيد ميلاد سعيد يا دولي. أسرة برنامج حصاد الأسبوع وأسرة جروب الحياة جروب كرة متجوزين بتتمنى لك عام سعيد. ومن هنا بنقول لكل اخواتنا في اسكندرية، شد حيلكم، عاوزين دوري قوي جدا هذا الموسم، الدوري الاسكندراني. خبر التاني معانا من مدينة اسكندرية. بنتمنى يا رب يعدي الشتاء على خير، وتعدي المطرة اللي نابت مدينة اسكندرية من الأمس على خير يا رب. اسكندرية غرقانة، قلوبنا معاكم اخواتنا واصحابنا عبر جروب الحياة جروب كرة متجوزين، وعبر أسئلة برنامج حصاد الأسبوع بنقول لكم يا رب إن شاء الله تعدي النوى على خير بإذن الله تعالى. نروح للخبر اللي بعد كده. أفضل لاعب في مدينة نصر عن شهر أكتوبر. مدينة نصر نظام كابتن محمد جلال زكي أصدر هاشتاج أو أصدر استفتاء لأفضل لاعب، وعلى فكرة بيتم اختيار أفضل لاعب مش عن نتيجة المهارة بس، لا، لكن بيعتمد على اختيار الشباب لأحسن لاعب من ناحية التعاون وحب المجموعة، وبيختار من وجهة نظرهم الشباب للاعب الأفضل. وكابتن محمد جلال قال يا ريت تكتبوا سبب ترشيح في كومنتات. وكانت المنافسة بين كابتن رفعت عواد والكابتن شادي حسن والكابتن احمد منير. مبروك مبروك مبروك. كابتن رفعت عواد حسم المنافسه لافضل لاعب عن شهر اكتوبر، مهاره، اخلاق، حب المجموعه. وبنقول لهم شغل عالي برتغالي هناك في مدينه نصر، شغل على اعلى مستوى من كابتن محمد جلال زكي. ومش عاوزين ننسى حجز كل عصر هو حجز مدينة نصر، ومش عاوزين ننسى الحجز القوي جدا في الجيزة اللذيذة مع الكابتن وليد النشار. عاملين شغل عالي وعاملين جو جميل جدا في كرة متجوزين. الخماسي وما أدراك ما الخماسي. يلا بينا نشوف قفشات هذا الأسبوع. كابتن محمد منوفي المعد جاب لنا قفشات حلوة جدا جدا جدا. منتخب السنغال وقفشاته. اول قفشه معانا سمير وهو بيضرب الهاف لما يعدي منه بصوره الليمب كده، وهو بيقعد الراجل على عربيه الكبده. يا سلام عليك يا كابتن سمير. وهنا بقى سمير غانم وهو بيدعي، وما كان واقف جون كابتن طه وهو واقف جون بيدعي كده زي سمير غانم في 4-2-4. وتعالى ولسه معانا قفشات السنغال، قفشات السنغال وحلاوه السنغال. كابتن سديد وهو بيكلم الحكم، جايبين كده الترند بتاع الولد وهو بيكلم الحكم ويقول له ربنا انت كذاب، والله دي مخاوف، والله انا ما عملت حاجه، والله ما ضربته. ولسه مع منتخب السنغال كابتن خالد عمر لما كابتن طه يقول له تعليمات، وبعد كده زمايله في الملعب تقول له تعليمات، هو يقف كده يقول لك طب انفذ مين يا ارمط بقى، اسمع كلام مين في الليله السوداء دي يا ارمط. ومعانا لسه قفشات السنغال الجميله. ونيس وهو خارج من الملعب والكابتن طه بيقول له معلش يا ونيس لعبتك نص ساعه، هو بيقول له دم كله اخلاص، دم كله تعاون، دم كله تضحيه يا كابتن طه. الله على قفشات السنغال اللي بعتوا لنا. انتوا كمان ابعتوا لنا قفشات عشان نعرضها هنا. حصاد الاسبوع ملك للجميع. برنامج حصاد الاسبوع فيكم انتم اعضاء جروب الحياه، انتم سبب النجاح، انتم سبب استمرار الجروب، انتم لينا كل الحياه والدنيا والناس والوجود. انتم نجاح الجروب ليكم، انتم استمرار الجروب ليكم، انتم كل شيء. هنا منصه معموله
مجهود كبير من الاعداد كابتن منوفي، من الاخراج كابتن خالد المصري، من الاشراف العام كابتن والانتاج كابتن عماد، تقديم كابتن روكا. كل المنظومه دي بتعمل خمسة ستة بيعملوا من اجل اعضاء جروب الحياه، جروب كوره متجوزين. من فضلكم ابعتوا لنا اخباركم، قفشاتكم، اخباركم الاسريه، اخباركم العائليه، اخباركم دي تهمنا لان كلكم واحد مننا. يلا بينا نشوف لاعبي هذا الاسبوع، لاعبي هذا الاسبوع القطايف واللطايف. لاعبي هذا الاسبوع مختارهم لنا كابتن منوفي على الفرازه، ايوه يا سيدي على الفرازه. كابتن خالد منتخب النمسا، حاجه كده عالميه، وينج وهداف الفريق. ما شاء الله عليك يا كابتن خالد، سرعه ومهاره ما شاء الله. كابيتانو كابتن خالد يا عالمي. تاني لاعب معانا هذا الاسبوع كابتن حمودي، يا سيدي يا حمودي، نجم منتخب النمسا، فراري الجروب ما شاء الله، وينج سريع وحريف وهداف لا غنى عنه، لا غنى عنه في خط هجوم الفريق حمودي العالمي. معانا اللاعب الثالث كابتن كريم منتخب السنغال، كابتن كريم منتخب السنغال، قلب السنغال النابض، مايسترو خط النص ما شاء الله عليك يا كيمو، كيمو يا كيمو يا كيمو. الدنمارك وهولندا، الدنمارك بقيادة كابتن فاروق سلامة، هولندا بقيادة كابتن نرويجي. فوز هولندا في 3 أهداف مقابل هدف للدنمارك. أهداف هولندا كريم عزت، معتز كمال. أهداف الدنمارك كابتن آدم. ونروح بعد كده للمباراة الثانية، فلسطين والأرجنتين. فلسطين الحبيبة بقيادة كابتن سعيد الكينج صلاح الدين المتجوزين. الأرجنتين الحبيبة بقيادة كابتن تاجو حبيب الكل. انتهت مباراة فلسطين والأرجنتين 4-3 الأرجنتين. تاجو بيبدأ، تاجو بيتألق مع الأرجنتين وبيحصل مباراة مهمة جدا وبيكسب 3 نقط مهمين جدا، بيحصل 3 نقط مهمين جدا من الوصيف، وصيف الدوري يا جماعة. يا سلام عليك يا تاجو، يا سلام عليك الأرجنتين. أحرز أهداف الأرجنتين كابتن رضا هاتريك، مش رضا لويشي ده، مش رضا لويشي ده رضا نجم الأرجنتين. وكابتن ولي العالمي الهداف هدف. وأحرز أهداف فلسطين كابتن شريف، كابتن أمشري، كابتن كريم. وكانت المباراة برعاية تحكيمية كابتن نجاة دم مؤمن، كابتن محب. هولندا والسنغال، السنغال بقيادة كابتن طه، هولندا بقيادة كابتن نرويجي. فوز السنغال 4-3. أهداف السنغال كابتن كريم هدفين، كابتن رامز هدف، كابتن هوندا هدف. أهداف هولندا الجزار هدف، عبد الله هدف، كريم هدف. كانت المباراة برعاية تحكيمية أحمد عاطف، كنافارو، كريم خير. يا سلام على السنغال، مباراة كانت كبيرة جدا 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 أمام فريق كبير جدا جدا هولندا. المغرب النمسا، مباراة قمة في الروعة، قمة في المتعة، قمة في الإثارة. المغرب بقيادة كابتن ميدو، النمسا بقيادة البروف. انتهت المباراة بفوز النمسا 5-2. النمسا مع البروف في شكل تاني، شكل تاني، حبك انت شكل تاني. احرز اهداف النمسا حمودي السريع هدفين، ابو حسين هدف، خالد هدف، محب هدف. واهداف المغرب لؤي هدف، ويسري هدف. وكانت المباراة برعاية تحكيمية كابتن شولا وكابتن كرافارو وكابتن عاشور. السويد وبولندا، السويد بقيادة كابتن مصطفى، بولندا بقيادة كابتن تاجو. وانتهت المباراة بفوز السويد 2-0. يا سلام، يا سلام عليك يا كابتن مصطفى. بولندا ما خسرتش ولا ماتش، اول ماتش خسرته امام ايطاليا، وواضح ان هو كان ماتش نكمة عليها، لان تاني ماتش تخسره هو امام السويد. السويد فريق قوي جدا بكده كابتن مصطفى، لكن بولندا حكايه، منتخب حكايه الحكايه. عشان كده بنقول المباراه دي كانت قويه جدا. احرز اهداف السويد احمد معوض هدفين. وكانت المباراه برعايه تحكيميه كابتن شولا وكابتن منوفي وكابتن كريم. هنروح نشوف بقى جدول دوري المتجوزين. في المركز الاول المجموعه الاولى ايطاليا، في المركز الثاني النمسا، في المركز الثالث هولندا، في المركز الرابع السنغال. نار يا حبيبي، نار الجدول في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه ما تقلش ابدا سخونيه عن الاولى. ارجنتين في المركز الاول، ما شاء الله، مرحبا بك يا ارجنتين، يا ارجنتين من جديد، مرحبا بك. الارجنتين تعود في المركز الاول. فرنسا في المركز الثاني فرق نقطه. البرازيل في المركز الثالث.
مصر في المركز الرابع. الله على المجموعة الثانية. وبعد كده هنشوف حاجة مهمة جدا معاكم، آخر حاجة معانا في الحلقة، هدافي المتجوزين حتى الآن، هدافي دوري المتجوزين حتى الآن، دوري النار، دوري الدمار، دوري اصحى صحصح فوق يا جماعة، دوري المتجوزين شكل تاني حبك انت، دوري المتجوزين الباور العالي حبك انت، دوري المتجوزين انت ولا انت جداري. المركز الاول الهداف حتى الان هاني قنديل منتخب ايطاليا 7 اهداف، ميمي 6 اهداف هولندا. المركز الثاني كريم 4 اهداف ايطاليا. يا سلام يا كيمو، كريم فرج من ايطاليا وهاني قنديل من ايطاليا. جودة 4 أهداف اليابان. يا سلام يا جودة. ريمون 4 أهداف ألمانيا. حمودي 4 أهداف. بكار 4 أهداف ألمانيا. ريمون من ألمانيا وحمود وبكار من ألمانيا. حمودي 4 أهداف النمسا. كريم 4 أهداف السنغال. ولي 4 أهداف الأرجنتين. يبقى في المركز الأول هاني قنديل، المركز الثاني ميمي، المركز الثالث كريم، المركز الرابع جودة، الخامس ريمون، السادس بكار، السابع حمودي، الثامن كريم، التاسع ولي. يا سلام يا سلام على المتعة والإثارة كلها. وبكده تكون خلصت حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج حصاد الأسبوع. تحياتي ليكم روكا محمد، إعداد محمد المنوفي، فكرة كابتن عماد، إخراج كابتن كريم، إخراج كابتن خالد المصري.